بيروت طيب ليش ما عرض صاحب العلاقة؟ مين صاحب العلاقة؟ شو اسمه السيد إبراهيم بن صوان؟ هو لا يمثل نفسه، الدولة أودعته باعتباره ممثل عن الأهالي، وهذا المبلغ ما زال مودع بس هو بالبنك على البيان وأهالي. القيد العقاري اسمه موجود. طيب هي القيد العقاري يا أستاذ. لو اطلعت هديل هتلاقي كل أهالي مدينة معظمية الشام موجودة أسماء مالكين، لا يوجد ولا عائلة إلا تملك سند مثل هذا السند. هذا مو من عندي أنا، هذا تخمين السجل العقاري موثق عليه المهر والختم. فإذا كل عائلة بمدينة معظمية شام تملك حصة سهمية في هذا العقار. عندما تم شق طريق إسراد بيروت عوضوا عن هذا الجزء فقط ب 8 مليون أودع بالبنك باسم شحادة صوان، ورفضت الأهالي بالتشاور، رفضت الأهالي أن يقوم شحادة صوان بسحب هذا المبلغ وتوزيعه على الأهالي، رافضين هذا المبلغ بالمطلق. أما باقي العقار استملك بدون مقابل، ثم وقع عليه استملاك ثاني. طيب انتهينا من قصه شحاده صوان هذه. نعم. ال8 مليون عن قصه اسراد، ليس عن باقي الارض. استاذ علي، بس للسؤال الاساسي اعود لك. يعني هكذا الان يقال يعني انه ليس لكم حق في الارض، تريدون الدفاع عن البعض يعني يريد الدفاع عن نفسه او يريد البقاء في البيت، يقول لك والله اتوني لاني علوي، مع انه هناك اهالي من هذه الحي المعظميه اخليوا. يعني القصه ليست علوي واختراع. طيب. هناك اختراع مظلوميات احيانا البعض يقول لك. نطرح حل، تفضلوا على القضاء. على القضاء، تفضلوا ارفعوا دعاوى. ما رايك بهذا الحل؟ الأستاذ حسن يرفع لي دعوة شخصية، أنا علي بركات مالك العقار كذا، يرفع لي دعوة. مالك عقار، مالك عقار. حكم محكمة يا أستاذ. نحن يا أستاذ. طيب لحظة ليه مو مالك عقار؟ مالك ماذا لكن؟ مالك ما انه مالك العقار بالطابو، صاحبه مبين اسمه بالطابو. طيب هو مالك ما ماذا؟ عنده حكم محكمة بنقل ملكية، هو عنده حكم محكمة وصف حالة راهنة، هذا بيت كذا كذا قاعد فيه فلان الفلاني فقط، ما بينقل له ملكيته انه والله ان الملكية من فلان لفلان. بينقل الإقامة، فلان كان مقيم هون صار فلان مقيم هون، بس ما له علاقة بالملكية أبدا. طيب يا أستاذ، لجنة فض النزاعات لقانون الاستملاك اللي تشكلت بال 2004 بقرار وزير العدل، وبناء عليه ما لكم علاقة فيها انتم ما لكم علاقة هي فيها. تشكلت الجهة المستملكة هي اللي اعطتكم، الجهة المستملكة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ما اعطتكم شيء. اللي اعطاكم الامن انتم، اللي اعطاكم وزارة الدفاع، هذول اللي اعطوكم الارض، قالوا لكم روحوا عمروا واسكنوا. ما حدا قالكم. الجهة المستملكة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما اعطتكم شيء ولا قالت لكم شيء. الامن هو اللي قال لكم روحوا عمروا واسكنوا. معناته روح حاسبها لإلها، روح حاسبها لإلها، وروح انا وياك بنحاسبها لإلها. طيب تسمح لي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ما بدي حاسبها انا، ما اخذت مني شيء وزارة الشؤون الاجتماعية، ما اخذت اهل المعظمية شيء ولا اعطتهم شيء. ما بحاسبها، انت بدك تحاسبها. انت بدك تحاسب اللي قال لك روح عمر وهو عم يغشك وقال لك عمر وانا بحميك ما بهدم لك، بس مو بيحميك انه يجي حدا غيرك. والله يا دكتور يا استاذ انا احتميت بالقانون، ما انطرت حدا يحميني. لا انت محتمي بالامن، انت محتمي بالامن اللي كان يمنع البلديات تهدم. كله عشوائي، هذا كان الامن يمنع البلديات تهدمها ويسمح لكم تعمروا. هذا واقع حقيقه ما بدنا نضحك على حالنا فيه، بس نحن عم نحكي معالجه هالموضوع جريمه كمان بهذه الطريقه، وما بيحق لا للشرطه ولا للجيش. قبل المعالجه يعني حتى نعترف اولا في المشكل. يعني كلام استاذ انور البني يتم تداوله، انه القصه قصه مخابرات، يعني مخابرات اعطت لبعض الناس عمر عيش وانتهى الموضوع. يعني يا دكتور، يعني اذا اعطتني على اسراد المزه، في مثلا لك مدير اداره امنيه بيسترجي يعطيني مترين على اسراد المزه يقول لي عمر. اسمح لي استاذ، اسمح لي. طيب نحن ما زلنا ضمن قوانين سارية مفعول سابقة، قوانين سارية مفعول. إذا رجعنا لقوانين المخالفات البناء من القانون 1 لل60 لل40 يفرض هذه الأبنية تزال مباشرة وفق القانون ساري المفعول. طيب ليش ما أزيلت؟ ليه؟ لأنه هدول أصحاب سلطة أمنية. بمعنى ماذا يعني؟ بمعنى كانوا يحتموا بالأمن
ويتم إشادة البناء